بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا متابعينا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. محتاج أخذ نفس. قاسم خليفة حارس نادي الخليج ونادي الترجي، وبالتالي اليوم الله الفسفورية بتلعب الكرة في منتصف الميدان. استقبال جميل، هياها بطريقة جميلة، الهدف الأول يقترب ولكن في أحضان قاسم خليفة، وتحولت الكرة في منتصف الميدان. محاولات حسن، الله تسديدة قوية، كلها ما حنخصص الآن، ما حنا في مجال التخصيص. كل شخص وكل فرد يساهم بشكل او باخر. بتلعب الكره يا عالي على كره اماميه، هي مع عبد الهادي النيان، رائع في سنه من السنوات ولا زال يواصل التألق. الله شوفوا لي اللسته، شوفوا لي اللسته، هذا عبد الله الخنيدة ولا محمد الدعية. يكسب احد التحدي، لا الالف الاحمر ولا الجلكسي. وهنا التسديدة القوية والتصدي لقاسم خليفة. عبد الواحد العبد الغني، وبتلعب الكرة إلى الأمام، محاولة عرضية قريبة، الكوب هي قريبة. مشجعنا اللي كان موجود مساء البارحة شايفين ايش قد الدنيا بسيطة. هو مساء الله على كرة الآن وتصدي جميل. نتمنى نقول كل عيون الحاضرين تراقبوا تحركات الأهداف وصناعة للأهداف. خلينا نشوف هادي كرة أمامية في منتصف الميدان مع أحمد حبيب. أحمد وكرة مرتضى مطرود في كرة أول لحظة في لحظة، والله ما أدري وش نقول لكم أكثر من الشكر. بتلعب الكرة إلى الأمام، رأسية الجحفل الآن. دقيقتين خطأ إذن لشباب الجزيرة، والكرة عقالي. مش آخر شيء أفكر فيه، إلا أني ما أفكر فيه نهائيا. يا أخي المباريات تجيب لك الضغط والسكر ويسلك بالفرق خليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أول تعادل سلبي في دورة المنيرة 11 لكرة القدم بين فريقي المرحوم محمد المزين وأيضا فريق شباب الجزيرة، يقف بجانب حسين زواد لاعب فريق المرحوم محمد المزين. أيضا اليوم مباراة فيها تعادل سلبي، وممكن أول نقطة لكم في هذه البطولة بعد الخسارة في المباراة الأولى، هل نقطة مقنعة؟ والله يعني بحكم المباراة هذه احنا داخلين نبغى نفوز يعني المباراة، وأدينا اللي علينا، بس ما الله وفقنا. يعني الفرص ضايعة يعني في الشوط الثاني، شوف كرات سهلة مع الحارس بس ما توفقنا. يعني طريقة لعب الفريقين ساهمت في التعادل؟ والله هو الفريق كيتوس كان داخل، يعني مو كيتوس، شباب الجزيرة أو شباب الجزيرة داخل، ما أدري هم يمكن دافع إنه يتعادل معانا، ما كان يلعب يعني مهاجم، يلعب مرتدات وكذا، فاحنا ضغطنا بس ما توفقنا، يعني ما صار توفيق. بالرغم من كثرة التغييرات اللي صارت في شوط المباراة الثانية، اللي يمكن ما شفنا الإضافة المقبولة بالنسبة لكم يعني كأنتم كأفراد فريق، وش السبب؟ هل تعيد ذلك أيضا إلى الدفاعات اللي كانت موجودة في شباب الجزيرة؟ والله دفاع شباب الجزيرة كان دفاع قوي يعني، وحارسهم كان ممتاز يعني، شال كذا فرصة، وفريقنا أدى اللي عليه، بس زي ما قلت لك ما في توفيق يعني. شكرا كابتن. إذن هكذا كان حديث اللاعب حسين زواد من فريق الكوم. أيضا يقف بجانب الآن أفضل لاعبي هذا اللقاء حارس فريق شباب الجزيرة قاسم خليفة. تعادل نقول لك عليه مبروك، ولا نقول لك هارد لك، ولا كيف تشوف النقطة بالنسبة لكم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على أهل الاستضافة. والله نقدر نقول هارد لك، كنا نطمح للفوز حق نتأهل قدام، كنا نحاول، صنحت لنا كذا فرصة ما استغليناها.
طريقة لعب الخصم ممكن ساهمت في التعادل؟ والله فريق الكوخ فريق ما قنع عن التعريف، طيب، وقدم اللي عليه، واشوف يعني ان فريقنا ما دخل المباراه بالرتم المطلوب. طيب تعادل ثاني، نقطتين، لا زالت آمالكم موجودة وحسابات معقدة في الجولة الثالثة، وش بتسوي عشان الجولة الثالثة، أو يعني كيف راح تكون خطتكم للجولة الثالثة؟ ان شاء الله عندنا باقي مباراه ضد فريق البدر. فريق البدر فريق قوي، شفناه في المباريات اللي راحت، صراحه قدم مستوى كبير، ان شاء الله ندخل ال3 نقاط ان شاء الله. ماذا تقول عن تحقيقك جائزة أفضل لاعب في هذا اللقاء؟ والله اول شيء احب اهدي هذا جائزة افضل لاعب للوالد والوالدة، ما قصروا بالدعاء، ولشخص عزيز علي صراحة كان واقف وياي. تقول هذا ولا اسمه ولا؟ لا ما يحتاج. ضمير مستتر ها؟ نعم. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا ايضا لحارس مرمى فريق شباب الجزيرة قاسم خليفة. ايضا هكذا كانت لقاءاتنا لهذه الليلة، شكرا لجميع من يتابعنا إلى نهاية المقطع في هذه الفيديوهات المقدمة من قناة المنيرة.